أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج حواديت إسرار. النهاردة هنتكلم عن شخصية مسعد في مسلسل فات الميعاد. إيه اللي وصل مسعد إنه يبقى شخص ظالم بالشكل ده؟ يمكن إحنا من البداية عارفين إن هو شخص عنيف، وطبعا مفيش مبرر لاستخدام العنف، لكن كان عندنا أمل في كل مرة بيعتذر فيها إن هو هيتغير للأحسن. طيب يا ترى إيه غيره لشخص ظالم مش بس عنيف؟ الحقيقة الإنسان عموما بيعاني لما بيترفض عاطفيا من ألم شديد جدا. وللأسف في المجتمعات الشرقية الرجل بالذات بيحس بالإهانة لما بيترفض، حتى لو كان في علاقة من على البر، يعني لو كان بس متقدم لبنت ورفضته فهو بيحس إن هو في حاجة غلط أو في مشكلة، ومن هنا بيبدأ يتصرف تصرفات غير سوية. فما بالك مسعد اللي هو من البداية عنده مشاكل كبيرة جدا مع نفسه وعنده عقدة نقص، لأن في فرق في المستوى الاجتماعي والثقافي بينه وبين بسمة. هيكون رد فعله إيه لما تقول له أنا مش عايزاك؟ الأزمة إن في التعامل الصحي مع فكرة ألم الرفض، الإنسان المفترض إن هو بيعمل حوار بينه وبين نفسه، وبيبدأ إن هو يفكر إن يمكن الطرف التاني اللي عنده المشكلة، يمكن الطرف التاني اللي مش مستعد يكمل، يمكن الطرف التاني هو اللي عنده شوية حاجات معطلاه في استمرار العلاقة أو إنه حتى يبدأ علاقة. إنما مسعد على راسه بطحة كبيرة جدا قد كده، لأن هو فاهم إن هي رافضاه لأن هو شخص عنيف، ولأن هي اديته أكتر من فرصة ومش قادر إن هو يغير من سلوكه. فطول الوقت بيحط مبرر لوالدته، بيحط مبرر للناس اللي حواليه، ان انا بستخدم كل اساليب الظلم والضغط بورق الفلوس وبالطاعه وبكل الاساليب الصعبه جدا، علشان انا عايزه احافظ على بيتي وعايزه اعقلها وعايزه ارجعها. انما طبعا الكلام ده كله غير صحيح. هو مجروح في كرامته جدا، وطبعا احنا عارفين ان هو شخص مش واعي ومش مثقف كفايه ان هو يفهم ازاي يتعامل مع فكره ألم الرفض، إن خلاص مراته مش عايزة تكمل معاه، ولا هو حتى عنده الوعي إزاي يصلح العلاقة دي، أو إن هو إزاي يقدر يتعامل معاها بشكل يخليها تعيد تفكير إنها ترجع له. يعني مثلا في فكرة لما بيقول لها إحنا اعتذرنا وقدمنا كذا وقدمنا كذا، اللي هو شايف إن الموقف رغم إن هو كان كبير جدا ودخلت المستشفى على أثره، يعني ممكن يتعالج بفكره احنا اعتذرنا، احنا قلنا اسفين، احنا قدمنا الاسفات، انا جبت لك شقه، انا يعني اللي هو فكره ان مش متخيل ان هي ازمتها مع سلوكه ومع فكره ان خلاص استحالت بينهم العشره، فبيحاول ان هو يقدم يعني بيقدم اساليب مختلفه لعلاج الموقف برضه بطريقه غلط. من ناحيه تانية عايزين نتكلم بقى عن الفنان احمد مجدي في دوره المختلف جدا ان هو يقدم شخصيه عنيفه ومختلفه بالشكل ده. احمد مجدي من الفنانين الحقيقه اللي كانوا بيشتغلوا على نفسهم الفتره اللي فاتت، ويمكن هو مسعد بالنسبه لي انا شخصيا هو اهم دور عمله، لان هو طول الوقت بيحاول يجرب اكتر من حاجه ومعتمد على ثقافته في ان هو طول الوقت يطور من نفسه. يعني من البداية أحمد مجدي طبعا جرب شغل المسرح، وطبعا كان له تجربة فيلم طويل قبل كده، الزرافة. وطبعا برضو في التصوير، جرب في التصوير، جرب في المونتاج، وعنده ثقافة بتخليه طول الوقت يقرأ ويعرف أكتر، ويختار كمان أدوار جديدة، وده من الواضح يعني. فأنا شايفة إن هو بجد ده من أهم الأدوار اللي عملها في الفترة الأخيرة، خاصة إن أخيرا بدأ يطلع بره القالب بتاع الشاب الوسيم الطويل ابن الناس اللي بيتعامل بشكل ديسنت، وبدأ إن هو يجرب أدوار جديدة. والحقيقة أنا عايزة أتكلم عن دور الثقافة عموما في إن البني آدم طول الوقت يحاول يدور هو شاطر في إيه وهو ناجح في إيه، وان مش عيب ان البني ادم يجرب في اكتر من حاجه. وبالمناسبه كمان يعني بيدعم الافلام القصيره، وهو من اكبر الداعمين لمهرجان اسكندريه للفيلم القصير، فبرضه بينتج افلام قصيره. ودايما شايفه ان فكره التجارب دي وفكره ان الانسان يكون ملم بالوان مختلفه من الفنون وبيجرب بتقوده في الاخر ان هو يكون مشبع بمعلومات كتير ومشبع بالثقافه اللي تقدر تدفعه ان هو حتى في موهبته الاساسيه التمثيل يطور من نفسه. احمد مجدي من عيله اصلا مثقفه، هو ابن المخرج الكبير مجدي احمد علي، وكان له مثلا مشاركه معاه في فيلم عصافير النيل عن روايه لابراهيم اصلان. وده من ضمن يعني الادله الكتير ان العيله دي من الاساس عيله بتقرا وبتحب الثقافه وطول الوقت بتدور على انها تطور من نفسها.
احنا امام دلوقتي اهم دور من الادوار اللي قدمها احمد مجدي، بيعتمد طول الوقت على فكرة استخدام نبرة صوته بشكل مختلف، استخدام تعابير الجسد بشكل مختلف، استخدام طول الوقت كل مهاراته وانفعالاته ان هو يوصل لنا مشاعر مسعد، حتى في الوقت اللي بيكون فيه متردد او بيكون فيه ساكت او بيكون فيه خجلان قدام والدته اللي بتكشفه، والوحيده اللي بتبقى كاشفه كل اوراقه وعارفه ايه في دماغه، وقاعد قدامها وهو مش قادر حتى يبرر بشكل حقيقي اللي هو بيعمله. اعتقد ان احنا قدام مسلسل يستحق المشاهده حتى الان. وفكره الكلام عن احمد مجدي عموما ممكن نتكلم عنها في حلقه كمان مختلفه، نتكلم عن كل مساهماته الفتره الاخيره بشكل عام في مجال الفن ودعم السينما المستقله. فاحنا امام دور مختلف جدا لاحمد مجدي، اللي كان دايما بيرتاح في الادوار اللي شبهه نوعا ما. ومثلا كان من ضمن الادوار اللي علمت معايا جدا اللي عملها قبل كده دوره في مسلسل العهد. يعني كان الشاب برضو الظريف اللي دمه خفيف، وكان يعني بالنسبه لي كنت بشوفه ان دي المنطقه المريحه اللي هو دايما بيحبها. لكن المره دي احنا امام زي ما قلت دور مختلف، بيحسب بالسنتي فعلا انفعالاته في كل حركه، وامتى يكون عنيف بشكل مبالغ فيه والناس تفهم ان هو عنده دافع معين بيدفعه ان هو يبقى منفعل بالشكل المبالغ فيه ده، وامتى بيكون الدور المناسب اللي هو بالنسبه له المريح، الشخص الرومانسي الهادي اللي بيحاول ان هو ولو بغشامه وبطرق يعني غريبه، لكن يهدي من تون صوته ويتعامل بمنتهى الرومانسيه. فاحنا قدام دور محسوب فعلا بالسنتيمتر في الاداء. وفكرة الاعتماد طول الوقت كمان على الملابس وتغيير الهيئة. يعني يمكن كمان أحمد مجدي كان له دور قريب في مسلسل سراب، فبرضه لو قارنا ما بينه وما بين الدور ده هنلاقي فيه اختلاف حتى في الشكل، حتى في طريقة الحلاقة. وده طبعا يحسب للناس المسؤولة، يعني الناس الشاطرة جدا المسؤولة عن الملابس، ويحسب طبعا لرؤية المخرج كمان سعد هنداوي. فأنا بحيي كل فريق العمل، وطبعا فريق الكتابة العظيم ومدير التصوير زكي عارف وكل الناس اللي ورا الكاميرا. وأتمنى المسلسل يستمر كده زي ما احنا شايفين دايما، في دراما متصاعدة ووتر مشدود وتشويق بيخلي الجمهور طول الوقت مستني ايه اللي هيحصل. وأتمنى إن أحمد مجدي الفترة اللي جاية يبهرنا بأدوار تانية مختلفة. أشوفكم الحلقة الجاية، وألف مبروك لكل فريق العمل.